نتكلم بقى على الماتش بكل هدوء دلوقتي يا جماعه. لما الماتش ابتدى، الماتش العيال نازله سخنه سخنه، عايزه تفوز. ايه الضغطين بتوع الجونه في نص تلت ملعبهم، شمال ويمين، يمين وشمال، واختراقات ورفعات وايه، والدنيا ايه في السخان. العيال ما شاء الله تطور. انا قلت العيال ايه ده في ايه بالظبط؟ ده ما شاء الله، ماتش على ماتش العيال بتعلى. ومدرب كمان عمال يعلى معاهم، وحافظ كل واحد مركزه. وفنان، انا قلت فنيا ما شاء الله الدنيا عاليه. المدرب خلاص بيقرا كل يوم، بيطور يوم عن يوم، في حاجه بتحصل، في حاجه. لحد ما جبنا الجون ما شاء الله، جون ايه جميل، رفعه ايه، من الرفعات اللي ما شفتهاش من زمان قسما بالله، من ناصر ماهر. وحطها عداء الدباغ، مش عارف حطها ازاي، حطها كده جت معاه، المهم يعني جبنا الجون والعمليه راقت. وكنت مستني بقى التاني، ندخل التاني في الضغط دوت، بس للاسف ايه، ما جبناهوش. والشوط الاولاني خلص 0-0. دخلنا بقى في الشوط التاني، وقلت هننزل بقى ايه، ندوس نكمل دوس زي الماتش المصري. ما جبنا الجون التاني على طول، لا للاسف رجعنا ورا زي ماتش وادي دجله. بتهيألي ماتش وادي دجله، لحد ما دخل فينا الجون. البس خلاص، ما انت قاعد بقالك 80 دقيقه ولا 85 دقيقه، ما فيش ابيض. قاعد مستني الجون يجي يدخل فيك، وقاعد بقى مريح. قاعد مريح، عمال تبص هنا تبص هنا، والعيال بتوع الجونه مسكوا نص الملعب عليك. خلاص يا باشا، الماتش اتاخد منك. المشكله عندي مش في كده، المشكله عندي في التغييرات العجيبه الغريبه اللي بيعملها بقاله 100 سنه في كل ماتش. وزي ما بتطلع زي ما بتدخل زي ما بتطلع، ولا لها اي لازمه. والعبقري زمانه مفكر نفسه ان هو كسبان مثلا 2-0 3-0. لا، ده طلع قدام الدباغ، طلع المهاجم اللي عنده. طب سيبه لحد انت، لحد اضمن الماتش الاول. بعد كده سيبه قدام الدباغ، خليه ينزل اخر مثلا 5 دقائق، نزله طلعه اخر 5 دقائق على الاقل، خد ضمانه الماتش. لا، طب شالهولي. نزل مكانه مين؟ عمرو ناصر. يعني لو كنت سبت عداد الدباغ دلوقتي وانت متعادل، كنت على الاقل معاك عداد الدباغ ومعاك عمرو ناصر، الاثنين مهاجمين عشان تهاجم. لكن للاسف عبقري زمان وطلعه، وطلع ناس غريب، وطلع ناس كانت كويسه، وننزل ناس ملهاش اي لازمه. حاجات عملها للاسف حاجه قرف بجد. عشان تعرف مدى السوء اللي احنا فيه في الشوط الثاني، وداد ده باخد رايح انفراد، اتشال من الحارس بتاع الجونه للاسف. المفروض بقى طرد، لا ولا حد اتحرك يا باشا. اداله انذار اصفر وايه، وحسب فاول. ما حدش اعترض من عندنا، وده الدباغ ولا حد اعترض من اللعيبه بتاعتنا، ولا اي حاجه حصلت. والدكه بتاعتنا ولا كان في حاجه. المدرب وناصر ما اسمه ايه، المساعد بتاعنا دوت، مساعد المدرب اسمه ايه، ولا كابتن ناصر محمد، ولا حد اعترض ولا حد فتح بقه. مفيش ابيض. المفروض الناس غيرهم يعني المفروض يمسكوا الحكم، ايه، يهجوا عليه، يروح له انت حكم يا كذا مش عارف ايه، واللعيبه تجمع حوالين الحكم مش عارف ايه وبتاع، وضغط من بره وضغط من جوه. تحس ان في حاجه حصلت هنا، في جريمه حصلت هنا. تضغط زي بتوع الاهلي ما بيضغطوا، خد حقك حتى لو ما خدتوش، بس اثبت ان في حاجه هنا. للاسف قمه اللامبالاه للاسف. لو اتكلمنا بقى على اللعيبه، هنمسك مثلا خط الدفاع. قسما بالله الدفاع كله ملط، والله العظيم كله ملط يا بيه، والله العظيم. ما عدا بس ممكن محمد اسماعيل هو اللي يعتبر اللي فيهم يعني تمام. وعم جيل ما شاء الله عليه، عمال ايه يعني جسمه فيه حاجه، هو جسمه فيه تركيبته فيها حاجه. ايه، هو طويل تمام. زي ما يكون ايه، لما بيجي يعمل كده مره واحده كده، تحس ان في حاجه طلعت يعني في حاجه جت، يعني كتله راحت معاك. تحس ان كل حاجه بتروح لوحدها. جسمه بالجزء اللي تحت ايه بيروح مره واحده كده كله. وبعد كده لما يجي يرجع بيلم ده كله تاني، زي ما يكون عربيه بتحدف. انت فاهمين القصه دي قسما بالله بجد يعني. هو السبب طبعا في الجون، في جون ولي دجله زمان في الماتش قبل اللي فات بتاع المصري، قبل بتاع المصري، والجون دوت برده ما شاء الله عليه يعني. برضه مسكنا خط خط الوسط هنقول. ناصر ما كانش وحش. عبد الله السعيد ما فيش طبعا كلام يتقال عليه، راجل هو الراجل اللي فيهم بجد بجد يعني، ربنا يبارك له. دونجا بقاله كام ماتش عالمي عالمي بجد يعني. ومن غيره ظهرنا عاملين ازاي. اسمه ده ادم كاد، قلت عليه ان هو لازم يلعب كتير ويدوس كتير، وقلت عليه لاعب محترم جدا، مع ان كنت جماهير الزمالك كانت بتهاجمه، بس قلت عليه لاعب محترم جدا جامد. وهو ظهر الماتش اللي فات حلو جدا، محتاج وقت اكتر كمان، ويلعب اكتر كمان. معالي نفس الكلام برضه، لعيب جامد جدا، بس محتاج وقت، محتاج لعب، محتاج تركيز اكتر من كده. محتاج نصبر عليه، نصبر على اللعيبه. ادم اسمه ايه ده، عداد الدباغ، رايي فيه ان هو ما يصلحش ان هو يكون مهاجم الزمالك. ده رايي فيه من اول ماتش شفته. طبعا بقى نزل في التغييرات نزلت، اللي هو شيكو بنزا اللي عامل زي الزمالك دوت، ملوش اي لازمه. ان شاء الله يمشي في نار قريب باذن الله. نزل ايشو، ونزل الكابتن ماجد احمد حمدي.
كابتن ماجد نزل مين تاني؟ نزل انا كنت كاتب هنا، نزل عمرو ناصر، ما لحقش طبعا ياخد وقت ان هو يلعب. بالنسبه على فكره عمرو ناصر ده لعيب جدا، الواد ده احسن مليون مره من ادم كايد ده، بس ده عاوز ياخد وقت. لا مهاجم محترم، مهاجم محترم، بس عايز وقت، وعايز واد بيحفرك كده قدام وبيدوس قدام، مش همه بيخش وبيدوس، مش فارق معاه. مهاجمين اللي هم ايه، العفرجيه بالاخر. مهاجم محترم، مهاجم محترم لازم ياخد وقت اكتر من كده. من الاخر يعني التغييرات كلها بلا فائده، لانه هو اصلا نزلها بلا هدف، بلا هدف ولا قيمه، لانه اصلا مش عارف هو اصلا نزلها ليه وفي وقت غلط. تمام. المهم يعني المدرب يا جماعه، لو احنا اتكلمنا بقى في الاخر على فريرا، المدرب ده هو سبب التعادل. من الاخر هو سبب التعادل، زي ما كان سبب في تعادل قبل كده في ماتشات فاتت، واتغلبنا منه ماتشات منه قبل كده. زي برضو اللعيبه برضو سبب في ماتشات احنا اتغلبنا فيها، ما هم الاثنين مشتركين مع بعض. بس المدرب بالنسبه لي هو اكبر كارثه موجود، مع انه اوقات بيقدم حاجات كويسه جدا، بس في الشوط الثاني الدنيا بتختلف خالص معاه. ما اعرفش بقى دي عدم قدره على قرايه الملعب، في حاجه فيه مش مظبوطه. هو فعلا قليل فنيا، انا عارف ان هو قليل فنيا، بس هو اوقات بيثبت ان هو كويس، بس في النهايه برضه هو مش بيقدم لي حاجه. مفيش. هو بيتعلم فيا ما هو مش هيتعلم فيا في الاخر. في النهايه ربنا يستر ماتش الاهلي ان شاء الله. فيديوهات جايه ان شاء الله باذن الله، هنتكلم على اللعيبه اكتر، هنتكلم على ماتش الاهلي. استنونا باذن الرحمن. سلام.